زتونة اليوم من الملعب وانا بجري وبمشي وبشقى. حاولت ان انا امشي بقالي فترة مش عارفة، فانا دلوقتي بنصحك ان انتي تشقي زي وتمشي، عشان الموضوع هيفرق معاكي كتير نفسيا وجسديا. لان كل ما الست بتقعد في البيت ما بتعملش اي نشاط اي اكتيفيتيز، هي انتي نفسك بتلاقي تحسي ان انتي كبرتي حتى لو انتي عندك 15 سنة. هو الموضوع مش سن رقم، موضوع بالروح والصحة. وطول ما احنا قاعدين في البيت مش عايزين نتحرك، طول ما صحتنا هتضيع. يعني اسأليني، انا جربت قعدة البيت وجربت ان انا انزل واتمشى واعمل حاجة. لازم تتحركي حتى لو انتي ست بيت، ملهاش علاقة، لازم تنزلي تتحركي. لو انتي مش مشتركة في نادي، انزلي امشي تحت بيتك. لو انتي تحت بيتك الشارع صعب وزحمة، روحي مكان تاني اتمشي فيه، ان شاء الله حتى ربع ساعة كل يوم. صدقيني وعن تجربة، قعدة البيت من غير رياضة. تعالي روجي معايا يا جماعة، روجي بنت اخويا اطول مني، في حاجة صعبة قوي الحقيقة، بس انا صغيرة يعني. عايزة تقولي حاجة روجي للجمهور؟ خلاصة الكلام يا برنسيسة الجميلات، الصحة اساسها الحركة واساسها النفسية، والنفسية مش هتيجي او مش هتبقي مبسوطة او مرتاحة وانتي بتحسي انك قاعدة زي البطة كده، زي ما انا كنت بقعد زي البطة في البيت. فببتدي اتقل، فلما ابتدي بتقل ببتدي بحس ان انا مش قادرة اتحرك، مش قادرة اقوم حتى اطلع سلم. استنوا بس ما الاضاءة تبقى كويسة راجعه لكم. ورجعت لك تاني يا ست الكل. المهم يعني عن تجربة، قعدة البيت بتجيب المرض، صحتك بتتعب لان انتي ما بتقعدي بتبتدي تتقلي. عن تجربة، انا لما قعدت في البيت ما كنتش بنزل، وخلاص عارفين كمان حسيتي ان انتي الموضوع بيبقى اوتوماتيك، بتلاقي نفسك مش قادرة تتحركي اكنك عندك 150 سنة. بالرغم على فكرة، نرجع للاضاءة بقى عشان تشوفوني كويس، رغم ان انا شفت ستات كبار يجننوا. انا بحب الناس الكبيرة على فكرة، هنا في الملعب بيلعبوا رياضة بسم الله ما شاء الله، ناس مثلا عندها 60 و70 و75 ربنا يديهم الصحة. فاسمعي مني يا برنسيسة الجميلات.